السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اكتر وصفة شائعة واكتر وصفة بجد محبوبة وشعبية جدا. هنعملها بدون اي مكونات خزعبلية، من غير بهارات غريبة، بطريقة سهلة جدا. بس لو اول مرة تشوفوني، ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل الكبده الاسكندراني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا جايبه كيلو الا ربع من الكبده. انا ما غسلتهاش. الكبده لو اتغسلت بتزفر جدا. وده الفلفل اللي انا مقطعاه ومخزناه مفرزاه يعني في الفريزر وكده. معانا بقى هنا طاسه. تمام كده. طاسه لازم أن تكون سخنه جدا عشان الكبده بتاعتك ما تجيبش ميه. لازم أن تكون سخنه جدا. هننزل فيها بشويه من الزيت. تمام كده. لو حابة تتبلي الكبدة بتاعتك قبلها عادي، ممكن تنزلي بشوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وحبة ملح وكل البهارات، السبع بهارات اللي عندك. بس انا ما بحبش اتبلها، انا بعملها على طول. نزلنا كده في الزيت بمعلقة من التوم. سامحوني انا لو بتكلم بسرعة عشان وقت الفيديو بس. نزلنا بمعلقة توم كده، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. شوحنا التوم كده لحد ما اصفر حاجة بسيطة. الكبدة خلينا متفقين ان هي ما بتتغسلش. الكبدة انا كنت جايباها قطعة واحدة، وانا اللي قطعتها صوابع كده، طرنشات رفيعة جدا. تمام. وما نقلبش في الكبدة كتير، ما تقلبوش في الكبدة كتير عشان الكبدة لو اتقلبت كتير هتجيب السوائل اللي فيها. تمام كده. تمام. نسيبها بقى لحد ما تاخد التشميعة بتاعتها، وننزل بمعلقة من الفلفل الأسمر، شوية من السبع بهارات، حابة تحطي مكعب مرقة فورية، تمام، بيخليها طعمها حلو قوي برضك، تنزلي بيه. تمام كده. نقلبها كده بقى لحد ما ايه، ما تتشمع معانا وتاخد اللون الحلو. بس ما نقعدش نقلب فيها كتير زي ما اتفقنا. وحبة من الكمون. طبعا حابة بقى تقدمي جنبها شوية طحينة، حبة بطاطس محمرين، شوية رز، اللي انت حابة تعمليه اعمليه. تمام. وانا فركت، حطيت، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. حطيت مكعب مرقة فورية وكده. والملح ده خليه اخر حاجة. الملح ما تحطوهوش في الكبدة من البداية. الكبدة عموما اصلا ما بتاخدش الا 7 دقايق بالظبط على النار، متخليهاش اكتر من كده. وحطينا نزلنا بمعلقتين كده خل. حابة تضيفي ليمون ضيفي ليمون، بس انا بحب الخل في الكبدة. بقول لكم بقى حطوا اللايك، حطوا لايك كتير كتير كتير. واللي يعمل الوصفة دي معايا يكتب لي كومنت حلو كده. هننزل بقى بالفلفل. مش هنقلب فيه كتير لحد ما يفك واحدة واحدة كده. طبعا هنحط لها الملح بقى بعد ما الفلفل يفك. تمام. هي ما بتاخدش الا 7 دقايق بالظبط على النار، ما بتاخدش اكتر من كده. خلاص كده هي استوت معانا، شايفين؟ حلوة قوي قوي قوي. بجد كانت تحفة، والفلفل كان مشطشط، كان روعة. ده اللفت بقى اللي انا مخليه معاكم. ولو وصلتوا لحد كده في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك عشان الفيديو يرفع. وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا لي اللايك.
مع ألف سلامة. باي باي. مع ألف سلامة.